مساكم الله بالخير متابعينا. اخواني الكل فرحان اليوم في خروج مسلم البراك من السجن، وانا اول الفرحانين فيه، ولكن اقول لك يا مسلم البراك، انت الان طلعت من السجن بسبب قضيه قلت رايك فيها، ولما الشعب ينتقد اعضاء مجلس الامه والسياسيين، ليش اعضاء مجلس الامه واللي مثلك يرفعون قضايا عليهم؟ انت رفعت عليه 10 قضايا والحمد لله طلعت براءة، وكذبت حق الناس، قلت انك انت لما انحبست انا قلت انك سامحتني وانت ما سامحتني، والاوراق عندي والادله عندي. لكن مو هذه قصتي. قصتي معاك يوم الاثنين تقول تحط النقاط على الحروف، وانا اتحداك ما تقدر تحط لا نقاط ولا حروف، لانك كلك فضيحه بفضيحه. بهذه المناسبه اذا انت فعلا قد المسؤوليه، وتعال نسيت اقول لك شنو الفيلم الهندي هذا اللي تطلع من سجن بتشتاشه وتلبس بدله السجن داخل ديوانيتك؟ والله عيب تمثل، بلشت تمثل، بلشت علينا تقص علينا. لا يا مسلم، تكفى فكنا من هالسوالف. بهذه المناسبه انا اقول كذا، انت يوم الاثنين تقدر ترد على هذه القصيده، انا في انتظارك. واقول لك يا مسلم البراك، وش دور الفهد؟ وانت الاسد، وانت ملك الغابه، وليه يعتذر؟ وليه باخطاء شهد وما تعتذر انت؟ وشنو هي الطلابه؟ وعلمنا علومك من تاريخ المهد، يخوفي العلم يندفن بترابه. وين الحقيقه؟ تعطينا عهد، ونبي قصه حيوانات عبيد بالغابه، والعلوم خافيه، وتعبنا من الجهد، وانت الضحيه، وكل خذ تعابه، وحنا تعبنا، وحتى المواطن زهد. لا تلوح لنا باوراق، واذكر النصابه، الوطن غدا، والحرامي رضع النهد، وصف بالامام وليه ما حد نعابه. وحنا عجزنا وما حد يقدر يهد، وين فحنا اللي دستورنا لنا جابه. اتمنى يا مسلم البراك سمعت القصيده وترد عليها ان شاء الله.